أستاذ أحمد ربيع. أستاذ أحمد ربيع بيقول: أعتقد أن العادات والتقاليد سبب رئيسي في ده. تفكير الأهل طبعا إلا ما رحم ربي. 99% فينا ما تجوزش الإنسان اللي بيحبه ولا حبه، فبتكون العملية تقليدية بالمقام الأول علشان يفرح الأهل ويبقى زي بقية أصحابه، وبعد فترة يلاقي نفسه مش طايق أي مشكلة، بيتخنق على أدفع حاجة، دمه بيفور. متهيألي لو في حب حقيقي بين الطرفين مبني على التوافق العقلي والعاطفي هتلاقي حياتهم سعيدة في منتهى الرخاء. أنا أعرف 2 متجوزين معديين 50 سنة بيحبوا بعض ولا العشرينات، عشان خاطر ده دلوقتي العملية بقت مصالح من جهة وفلوس من ناحية وتفكير أهل من ناحية تانية، بس ربنا سهل كل حاجة. يعني الإنسان اللي ترضوه خلقه ودينه زوجوه، إنما طبعا ده ما بيحصلش، وإلا من رحم ربي. اللي جاهز يشيل ما يصدق ويفاجئ إن البنت بعد شهرين اتطلقت. موضوع شائك والواحد ممكن يكتب فيه كتاب كامل. أنا بتمنى يا أستاذ أحمد ربيع إن أنت تتواصل معنا وتكلمنا أكتر بقى في وجهة نظرك بقى، يعني وجهة نظر هو مهمة جدا معانا. ازاي الموضوع ده أسبابه كتير زي ما انت قلت، ومن أهمها ان يبقى في 2 بيحبوا بعض علشان يقدروا يتحملوا العشرة ويتحملوا العيشة ويتحملوا المشاكل ويعدوا مواقف كتيرة ممكن يتعرضوا ليها. احنا معنا تليفون. ألو، مساء الخير يا فندم. أهلا، مساء النور. مين معانا؟ المستشار وفيق دهشان. المستشار وفيق الدهشان. اهلا بيك يا سياده المستشار معانا. قولي حضرتك رايك ايه في موضوعنا النهارده؟ انا بحيي حضرتك على الموضوع اولا، لان ده موضوع حساس جدا. وانا رايي الخاص حضرتك ان قبل الزواج لابد ان يكون من ضمن مستويات الزواج الكشف الطبي والنفسي على الزوجين. طب وده يا ترى هيكشف عن شخصيه ايوه الناس؟ فندم، ايوه، عشان ما يكونش في واحد عصبي وواحده عصبيه وما ينفعوش مع بعض. طب ما هو احنا في حياتنا في كتير ناس عصبيه بس عايشه حياتنا. انا بقول لحضرتك ده من ضمن المستويات. النقطه الثانيه ان فتره الخطوبه لازم تطول جدا، بحيث ان كل واحد منهم يدرس الطرف الاخر دراسه مستفيضه، يعرف اخلاقه، يعرف طباعه، ياخد على طباعه، ان كان يعجبه هذا يعجبه، ما يعجبوش ما يتموش الموضوع. الحاجه الثالثه حضرتك ان لابد ان عائله الزوج وعائله الزوجه ما يدخلوش في مملكه الزوج والزوجه. دي مملكتهم. لا، دي مملكتهم، دي مملكه مستقله، الا لو طلبوا ده، الا اذا طلبوا للتوفيق بينهم فقط لا غير. لكن في غير كده شؤونهم الخاصه لابد ان تكون محصوره بينهم هم. ولابد ان يبنى الزواج مش على العاطفه فقط، على العاطفه وعلى العقل سويا. بس ما ينفعش واحد منهم بس. لا، يعني ما ينفعش العقل بس ولا العاطفه لا بس. لا، مش العقل لوحده ولا العاطفه لوحدها، القلب والعقل معا. بالظبط، الاثنين مع بعض. اخر حاجه حضرتك كل واحد لازم يعرف من الازواج ان الزوجه ليها ذمتها الماليه الخاصه. بالظبط. ما يتزوجش النهارده عشان خاطر الزوجه عندها فلوس او عندها وظيفه، واذا اشتغلت ما بصش لوظيفتها، ما بصش لممتلكاتها، ما بصش لاموالها. لان انا المسؤول عن البيت. طالما اني تزوجت انا المسؤول عن هذا البيت. من استطاع منكم الباءة فليتزوج. والذمه الماليه للزوجه منفصله تماما عن الذمه الماليه للزوج الا اذا ارتضوا خلاف ذلك. هي برضاها تقدر. ايوه، لكن في الاصل الزوج هو المسؤول. بالظبط. الا اذا اتفقوا على انهم يتفقوا مع بعض على منصه المصاريف او اي حاجه من هذا القبيل. تمام. هو يعني اخر حاجه بقى حضرتك، الدراما اللي تسلسل الطلاق بتجعل الشباب نفسه يسلسل الطلاق نفسه. الدراما صوره بتعكس المجتمع، فلا بد ان تعكسه تدينا صوره حقيقيه تفهم الناس ان الزواج مش بالسهوله اللي هم متصورينها، والطلاق مش بالسهوله اللي بيصوروها في المسلسلات. لازم الاثنين يفهموا ان الزواج ده رباط غليظ زي ما قال القرآن الكريم، ولازم يفهموا ان الطلاق هو ابغض الحلال عند الله الطلاق. لازم الكل يفهم هذا الكلام. المستشار عايز اسال حضرتك على حاجه. ايوه فندم. دلوقتي بالنسبه في بعض الاراء، يعني عندي استاذ امير سامي باعت لي بيقول لي ان رجعي نسبه الطلاق بعد القوانين اللي اتضافت في الفتره الاخيره الخاصه بحمايه المراه المصريه والخلع وهكذا. يعني القوانين الخاصة بالأسرة الأخيرة ممكن تكون سبب من أسباب الطلاق، ولا هي حماية؟ القوانين لا شأن لها بالحياة الزوجية. بالظبط. الحياة الزوجية إذا تفهموا الزوجين مع بعض وكان زواجهم مبني على حب
مبني على العقل والعاطفه سويا، متفاهمين مع بعض ومستقلين عن اسره الزوج واسره الزوجه، الا اذا تدربوا تدخلهم في شؤون خاصه، يبقى في هذه الحاله الزواج سينجح. القانون لا دخل له بالشؤون الشخصيه. أنا بشكر حضرتك سيادة المستشار على مداخلتك معانا النهاردة، وأتمنى يا رب تتابعنا دايما معانا دايما. احنا معانا لسه تليفونات كتير وعايزين نلحق ناخدها بسرعة قبل يعني نهاية البرنامج. ألو. أيوة، مساء الخير، مين معانا؟ مساء النور، أحمد مع حضرتك. أحمد أهلا بيك يا أحمد. أنت عندك كم سنة؟ عندي 27 سنة. احمد ربيع ولا احمد حاجه؟ اهلا بيك يا احمد. احنا لسه يعني قايلين التعليق بتاعك الخاص بان العادات والتقاليد. قول لنا رايك باستفاضه اكتر يا احمد. يعني انت الاول متزوج ولا لسه؟ لا لسه. طب قول لي بقى، بما انك لسه يعني شايف الموضوع من وجهه نظرك ازاي؟ اسباب اللي ممكن تؤدي الى الانفصال، وربنا طبعا يبعده عنك ان شاء الله يعني في حياتك الجايه، ممكن تكون شايفها ازاي؟ مبدئيا انا شايف ان الموضوع كله بيعتمد مثلا، بتكلم الاول عن البنت يعني. البنت مثلا لما سنها يكبر تعدي مثلا 20 سنه او 22 سنه، الاهل بيضغطوا عليها يقول لها لازم تتجوزي، ترتبط وتتزوج. ايوه لازم ترتبطي وتتزوج. فهو اي حد بيجي من غير مثلا ممكن ما يسالوش عنه او اي حاجه، مثلا يروحوا الامور تمشي وكده يعني، فالموضوع ما يحصلش فيه توافق. ما بيبقاش يعني فيه حسن اختيار واستعجال علشان تتجوز. بالظبط. ما هو كل ما الانسان بيكبر، اذا كان الولد نفسه بيتعرض لضغط من الاهل، ما بالك انت البنت. بتتعرض للضغط من اهلك دلوقتي يا احمد؟ انا بتعرض للضغط فعلا. فعلا. اصلا انا خطبت قبل كده نتيجه برضه ضغط. انت خطبت قبل كده وما حصلش نصيب. ليه بقى؟ ما كملتش. لا ما فيش توافق يعني. انا مثلا انا طبعا خطبت تقليدي، ما خطبتش مثلا واحده مقتنع بيها او لا، ده هو كلام الاهل بقى، كلام انها كويسه وكل حاجه، هي فعلا كويسه وكل حاجه، بس الموضوع مش بيتبني على كذا حاجه يعني. مثلا اول حاجه لازم الاثنين يبقوا فيهم توافق عقلي وعاطفي، الاثنين مع بعض بالزبط. لان لو الامر مشي مع حب وعقل مع بعض الاثنين، بعد الجواز اي مشكله ممكن تتحل، لان في ركيزه اساسيه اللي هي الحب يعني. تمام. طب مش ممكن يجي الحب بعد ما يبقى فيه؟ ما اعتقدش الكلام دوت، ما اعتقدش خالص يعني. في ناس كتير بتقول كده. ما نقدرش ننفي ان الحالات دي فعلا موجوده، ان في حالات كتير في حياتنا واسر كتير موجوده ارتبطوا ببعض وجه الحب بعد العشره والموده، ويمكن بقوا اسعد. في لما راح ربي، في لما راح ربي الموضوع دوت يعني. بس الموضوع دوت انت بتتكلمي في مجتمع في نسبه الطلاق فيه يمكن اعلى نسبه الطلاق في العالم. احنا لسه بنقول ان هي فعلا اعلى يعني نسب حضرتك عاليه جدا. خلي بالك حضرتك في مشكله تانية، في ناس متجوزين ومنفصلين غير مطلقين يعني. انا الناس دي انا عاشرت ناس زي كده يعني، شفت ناس بحكم شغلي وكده، قابلت ستات متجوزه بامانه يعني، واتكلمت معاهم منفصلين بس مش منفصلين يعني. هي تبقى هي وجوزها في بيت واحد ومنفصلين. تخيلي يعني حضرتك هو في مكان وهي في مكان. ما حضرتك في ناس يعني مثلا بعد فتره من الجواز بتبدا العمليه تمل وتزهق، لان اصلا الاختيار من الاول كان غلط. تمام. بعد كده يحصل انفصال مثلا، يبقى بينهم اولاد وطبعا مش عايزين ينفصلوا او يطلعوا عشان خاطر الاولاد اللي في النص. ايوه. فطبيعي تحصل مشاكل تانية يعني. ديت مشكله يعني، في نسبه طلاق عاليه وفي نفس كمان في مشكله انفصال عاليه. انت يعني دلوقتي لما تيجي تختار، عايز تختار يا احمد، هتختار ازاي؟ او يعني علشان ما تمرش بتجربه فاشله تانية. اقول لحضرتك حاجه، الدين مسهل لنا الموضوع ده كله. لان الانسان اللي بيصلي وعارف ربنا كويس بيبقى عنده حاجه اسمها يعني مثلا عنده النفسيه بتاعته تبقى مظبوطه يعني. فاهم حضرتك يعني اللي الامور ممكن يحلها بعقله. ما يبقاش الانسان اللي بيصلي، ما يبقاش اغلب الانسان اللي بيصلي بقلبه يعني ربنا، عمليه العصبيه عنده تبقى قليله. تمام. وبرضه بتعتمد برضه على الست يعني. في ستات مثلا شغاله ضغط على جوزها في اي حاجه يعني. جوزها مثلا تعرض، طبعا حضرتك عارفه الشباب كلها اغلبها طبعا الدنيا مش كويسه دلوقتي في الدوله كلها يعني. الظروف المعيشيه فالشباب تعبان. الظروف المعيشيه والحاجات دي كلها بتخلق ضغط برضه على البني ادم. تمام. فاوقات في زوجات كتير ما بيستحملوش الضغط ده. فلازم الاختيار يبقى صح. الاختيار يبقى صح يعتمد على ايه؟ اولا الدين، تبقى البنت محترمه ومؤدبه وبمعنى اصح تعيش يعني. مثلا انت شايفه الانسان بيعمل كل حاجه عشانك تستحمليه طالما مش مقصر. انما لو نام في البيت مثلا ولا ما بيشتغلش ولا بتاع، ده بيعتمد برضه على هما الاثنين مع بعض يعني.
أنا بشكرك يا أحمد، وأتمنى يا رب شكراً. حياتك اللي جاية تبقى أسعد وتحسن الاختيار وتلاقي الزوجة اللي فعلا تقدر تستحمل كل صعوبات المعيشة. وانا اتشرفت حضرتك انك اتكلمت معاك. شكرا ليك يا أحمد. هي وهي هي أسمى من هو، هي أجمل من هو. فترة إذاعية على الهواء لهي وهي. معكم أميرة شايشة.